صديقي البروف، اكيد في يوم من الايام كنت عايز تشتري لابتوب سواء للبرمجه او المونتاج والتصميم او حتى علشان تلعب العابك المفضله عليه، ولغايه دلوقتي في وسط زحمه الانواع والموديلات الكتيره قوي من اللابتوب لسه مش عارف تختار اللابتوب اللي تطلع منه بافضل اداء مقابل الفلوس اللي تدفعها فيه. وده مش عيب ابدا يا بروف، بس العيب انك ما تتعلمش وتسيب نفسك تبقى غنيمه وفرصه انتهازيه للبائع. لو سمحت يا عمو انا عايز لابتوب جامد، اتفضل يا باشمهندس، لابتوب كور اي 7 رامات 16 جيجا وكارت شاشه ام اكس 250 اب تو 20 جيجا. كرد فعل جنوني سامعه منك دلوقتي بوداني، الله لابتوب كور اي 7 ده اكيد جامد قوي. والمفاجاه يا صديقي البروف انه الجامد في الموضوع ان بيتم انتهاكك الكترونيا وانت مبسوط، تاخد اللابتوب وتجري تجربه وكلك سعاده غامره، تحط عليه البرامج والالعاب وتشغل يا باشا تلاقي اللابتوب ولا بروسيسور شغال معاك ولا كارت شاشه مطلع اداء، وكل حلفائك باعوك يا قلب البروف، مع انك كنت تقدر تشتري لابتوب افضل منه بنفس السعر اللي دفعته في اللابتوب ده. فركز معايا في الحلقه دي يا بروف علشان تفهم كل حاجه في اللابتوب بشكل مفصل جدا، علشان في الاخر تشتري اللابتوب اللي يناسبك بالسعر المناسب وتتجنب بقى الاستغلال والانتهاكات. وفي السلسله دي من خبير كمبيوتر هتفهم كويس قوي كل مكون في اللابتوب ووظيفته ايه علشان ما ينضحكش عليك بعدين. الحلقه دي بدعم من تطبيق وفر اكس، واكبر تطبيق للكاش باك في مصر والوطن العربي. وفر اكس بيقول لك لو سجلت على الابلكيشن دلوقتي من الرابط اللي تحت الفيديو ده هتاخد $2.50 مجانا في حسابك فورا، وايا كان نوع اللابتوب اللي هتشتريه اونلاين من جوميا، بيتك، توبي او اي متجر تحبه هيرجع لك جزء من الفلوس اللي دفعتها في حسابك في وفر اكس. وحتى لو بتشتري اوفلاين عن طريق الفيزا من الفروع، سجل الفيزا بتاعتك دلوقتي في وفر اكس واختار الفرع اللي هتشتري منه وادفع بنفس الفيزا، ارفع الفواتير على وفر اكس وهينزل لك الكاش باك فورا على حسابك. ومش بس اللابتوب، لكن اي اجهزه الكترونيه وموبايلات وملابس وحتى ادوات المطبخ والعنايه الشخصيه وكل اللي نفسك تشتريه. اوعى تفوت بقى عروض الصيف لحد اخر شهر يونيو من وفر اكس، علشان هتلاقي فروع ومواقع كتير دلوقتي عليها ضعف الكاش باك، والكاش باك دلوقتي بيوصل لغايه 30%. يعني تخيل تشتري حاجه ويرجع لك 30% من الفلوس اللي دفعتها وتسحب كاش كمان. وبالمناسبه من تجربتي الشخصيه مع وفر اكس وصلني الشهر اللي فات من وفر اكس تقريبا 1000 جنيه كاش باك من مشترياتي. فقبل ما تفكر تشتري سجل على وفر اكس من الرابط اللي تحت الفيديو ده. مبدئيا يا صديقي، ايه الفرق ما بين اللابتوب والكمبيوتر الديسكتوب؟ 4 فروق اساسيه. اولا اللابتوب حجمه اصغر بكتير من الديسكتوب، ده بيخليه اسهل بكتير في التنقل والسفر، فلو انت بتتنقل كتير او بتسافر كتير فاللابتوب افضل من الديسكتوب. لكن بما ان مكونات اللابتوب كلها مضغوطه فوق بعضها فما فيش مجال كويس للتهويه. اما الديسكتوب فبيكون حجم الكيسه كبير وفي عندك مسافات او فراغات ما بين المكونات الداخليه، وده بيخليها افضل في التهويه. طب التهويه هتفرق؟ نعم يا صديقي البروف، بتفرق كتير في الاداء، لانه كل ما بتزيد السخونه كل ما يقل الاداء وكمان يقل العمر الافتراضي لمكونات الجهاز. بس تقدر تخفف شويه من المشكله دي بانك تجيب حامل تهويه مزود بمراوح بتحطه تحت اللابتوب زي كده بالظبط. بس للاسف حامل التهويه ده مش هتعرف تاخده معاك في كل مكان، وبما ان مكونات اللابتوب كلها ملحمه في بعض ده بيخلق مشكله كبيره وهي استحاله تغيير بعض المكونات او حتى تطويرها. يعني ايه يا بروف؟ يعني يا صديقي لو حصل اي عطل في اي مكون من مكونات اللابتوب مش هتعرف انك تغيره ولا حتى تطوره، وغالبا مفيش قدامك الا حاجتين بس اللي تعرف تغيرهم او تطورهم: وحده التخزين سواء الهارد ديسك او الاس اس دي، والرامات فقط لا غير. اما بقى حبيت تغير المعالج لا، تطور كارت الشاشه برضو لا. اما في الكمبيوتر الديسكتوب فتقدر انك تغير اي حاجه انت عايزها او تطورها بسهوله، فقط فك القديم وركب الجديد. اخر حاجه في الفرق ما بين اللابتوب والديسكتوب هي السعر. فلو افترضنا انك عندك لابتوب بمواصفات اكس حبيت تجيب كمبيوتر ديسكتوب بنفس المواصفات اكس، هتلاقي اللابتوب اغلى من الديسكتوب. يعني من الاخر بنفس سعر اللابتوب تقدر تجيب ديسكتوب بس بمواصفات اعلى. اتمنى تكون فهمت الاختلافات دي كويس يا بروف. ولا افترض انك شايف اللابتوب مناسب ليك اكتر، يبقى غالبا استخدامك لللابتوب مش هيخرج عن حاجه من الثلاث استخدامات دول. اول حاجه الاستخدام النورمال زي التعامل مع برامج الاوفيس، البرمجه البسيطه زي تطوير المواقع بال HTML وال CSS والجافا، مذاكره كورسات وحضور الاجتماعات الاونلاين، تتفرج على فيديوز يوتيوب وافلام وتتصفح. تاني استخدام لو انت من هواة الالعاب او جيمر قد الدنيا، بتتعامل بقى مع العاب ضخمه والجرافيك عالي وبتقضي ساعات كتير من يومك في الالعاب سواء الالعاب الاونلاين او الالعاب الاوفلاين، وكمان لو بتعمل ستريم او بث مباشر اثناء اللعب. اما ثالث استخدام وهو الريندر، وفي بتستخدم برامج مونتاج وموشن جرافيكس غالبا زي برامج ادوبي بريمير برو، ادوبي افتر افكتس، وبرامج
وبرامج التصميم الهندسي او تصميم ثلاثي الابعاد 3D زي المايا و3ds ماكس وكمان بلندر، وحتى لو شغال في برمجه او تصميم الالعاب خصوصا على اليونيتي والانريال انجن. بعد بقى ما عرفت 3 استخدامات خلينا نركنهم على جنب، هنرجع لهم كمان شويه. وعاوزك دلوقتي تركز مع نفسك ثانيتين بس، انت هتستخدم اللابتوب في ايه من الثلاث استخدامات اللي قلت لك عليهم؟ وعقبال ما تفكر كده وتستقر تعال افهمك كل مكونات اللابتوب ازاي هتفيدك في كل استخدام. على سبيل المثال يا بروف، اللابتوب بتاعي امكانياته كالتالي: معالج انتل كور اي 7 12700H، كارت شاشه انفيديا ار تي اكس 3060 6 جيجا بايت في رام، رامات 16 جيجا دي دي ار 5، شاشه 15.6 بوصه، تردد 165 هرتز، دقه الوان 100% اس ار جي بي، وكمان وحده تخزين ان في ام اي اس اس دي 512 جيجا. انا عايزك ما تقلقش خالص، الكلام ده بسيط جدا وهتفهمه معايا بكل سهوله. اولا يا صديقي، المعالج او البروسيسور يعتبر هو العقل الرئيسي لاي جهاز كمبيوتر، هو اللي بيتحكم في مسار الاوامر والعمليات لكل الاجهزه والمكونات، وكمان بيقوم بكل العمليات الحوسبيه، علشان كده سرعته بتكون جباره وخارقه في القدرات الحسابيه، وكمان يعتبر من اغلى القطع في جهاز الكمبيوتر، واحيانا بيوصل سعر المعالج لوحده من 30 ل 40% من سعر الكمبيوتر كله، وهو في الاخر حجمه كله قد كده. الشركات الاشهر المصنعه للمعالجات بتنحصر في شركتين، شركه انتل وشركه اي ام دي، وكل شركه فيهم عندها 4 فئات من المعالجات: انتل كور اي 3، كور اي 5، كور اي 7، وكور اي 9. بينظرها من معالجات اي ام دي رايزن 3، رايزن 5، رايزن 7، ورايزن 9. مش عارف ليه الشركتين عاملين 3 5 7 9، بس اللي نعرفه ان شركه اي ام دي مقلده الارقام زي انتل بالظبط. المهم كل فئه من الفئات دي بيحتوي على اصدارات كتيره جدا من المعالجات، بيختلفوا عن بعض في 6 حاجات رئيسيه: جيل المعالج، الموديل، الكفاءه، التردد، عدد الانويه والمسارات، وحجم الكاش او الذاكره المؤقته. في دقيقتين بس هتفهم كل ده، ما تقلقش يا برو. اول 3 حاجات، الجيل والموديل والكفاءه، بيظهروا من اسم المعالج انتل كور اي 7 12700H. نقدر نقول ان المعالج ده من شركه انتل. كور اي 7 ده فئه المعالج، 12 ده جيل المعالج او الجنريشن، ورقم الجيل بيبدا من الجيل الاول لغايه الجيل ال 14، وهو الاعلى حتى الان. جيل اعلى يعني تكنولوجيا اعلى، يعني اداء افضل، لكن سعر اعلى. بعده 3 ارقام بيحددوا موديل المعالج او بيسموها كده الاس كيو نمبر، ودول 3 ارقام انا بقول لك ما تشغلش بالك بيهم قوي، وركز على الحرف اللي بيجي بعدهم وهو حرف الكفاءه. وخلي بالك معايا في النقطه دي كويس جدا، علشان دي اللي بتروح تدفع فيها فلوس في الفاضي. حروف الكفاءه في المعالجات كالتالي: حرف اليو اختصار لالترا لو باور، ومعناها ان المعالج ده بيوفر كتير في الطاقه، فهو معالج بيستهلك تيار كهربي اقل وفي نفس الوقت اداء ضعيف لكن ثمنه رخيص. حرف الواي اختصار لاكستريملي لو باور، فهو معالج بيوفر جدا جدا في الطاقه اكتر كمان من اليو، وبالتالي هيدي لك اداء اقل كمان من اليو والسعر ارخص. جي اختصار لجرافيكس، وده نوع من المعالجات بيحتوي على كارت شاشه داخلي او مدمج، وغالبا بيجي بعده رقم بيحدد اداء كارت الشاشه الداخلي، زي مثلا جي 1 اضعف من جي 4 وجي 4 اضعف من جي 7 وهكذا. النوع ده من المعالجات مش بيكون قوي، وحتى كارت الشاشه المدمج معاه بيكون اداؤه متوسط، بس كل الفكره كانه بيقول لك خد 2 في 1، معالج وكارت شاشه في نفس الشبايه او الرقاقه. واللابتوب بالمعالج جي لا يحتوي على كارت شاشه خارجي في اغلب الاوقات، وهيكون اعتمادك بس على كارت الشاشه الداخلي صاحب الاداء المتوسط. وافتكر كويس اني قلت لك في اول الحلقه ان اللابتوب ما ينفعش تطور فيه كارت الشاشه، يعني لو اللابتوب بتاعك جاي بدون كارت شاشه خارجي ما ينفعش تركب له كارت شاشه خارجي فور ايفر. اما حرف الاتش اختصار لهاي بيرفورمانس، وده معناه انه معالج اداؤه عالي، واداء عالي يعني استهلاك طاقه اعلى، وبالتالي هيكون قوي مع البرامج التقيله. والنوع ده من المعالجات اتش بيكون جواه كارت شاشه مدمج وقوي الى حد ما. هتسالني يا بروف ايه الفرق ما بين الاتش والجي اذا كان هما الاثنين جواهم كارت شاشه مدمج؟ باختصار يا بروف، الاتش هيكون اداؤه اعلى وكمان هيكون متركب معاه كارت شاشه خارجي، على عكس الجي اداؤه اقل وزي ما قلت لك مفيش معاه كارت شاشه خارجي. هتفهم والله يا بروف يعني ايه كارت شاشه داخلي ويعني ايه كارت شاشه خارجي، بس تركز معايا دلوقتي مع اداء المعالجات نفسها. اتش كي اختصار لهاي بيرفورمانس انلوكد، وده معالج زي الاتش لكن فيه ميزه اضافيه وهي امكانيه كسر السرعه، بمعنى انك ممكن تحمله فوق طاقته ويديلك اداء اعلى، بس طبعا كل ما بتزود حمل عليه كل ما بيسحب طاقه كهربيه اعلى وهيسخن اكتر، وبالتالي هيحتاج منك تبريد اعلى. بس علشان تستفيد من خاصيه كسر السرعه دي لابد انك تعمل شويه خطوات من اعدادات البايوس، لانه خاصيه كسر السرعه مش بتكون شغاله لوحدها ولازم تفعلها بنفسك، لكن لو ما فعلتهاش هيشتغل معاك عادي جدا بنفس اداء المعالج اتش. اتش كيو اختصار لهاي بيرفورمانس
بيرفورمانس كواد كور، وده اصدار من المعالجات خاص بالناس اللي بتحتاج في شغلها لحاجه اسمها المالتي ثريدنج او تعدد المسارات. وعلشان ما ادخلكش في تفاصيل اكتر، فالخاصيه دي مفيده في سرعه الريندر على برامج المونتاج وبرامج 3 دي. اما الحرف اف فمعناه ان المعالج ده لا يحتوي على كارت شاشه مدمج، وده معالج مش متاح لللابتوب، متاح فقط للكمبيوتر الديسكتوب. وعندك بقى الوحش الاتش اكس او الهاي بيرفورمانس اكستريم، اداء عالي جدا جدا، بيسحب طاقه عاليه جدا جدا، بيسد معاك في المهام التقيله، العاب تقيله وريندر 3 دي ومونتاج وستريم وكله. من الاخر هيدي لك اداء ديسكتوب لكن في اللابتوب. لكن خلي بالك بيحتاج تبريد عالي وفي نفس الوقت غالي جدا في السعر. وبعد ما فهمت الحروف الخاصه باداء المعالجات، تعالى بقى نوزعهم على الاستخدام ونطبق اللي فهمناه عملي، وصحصح معايا كويس جدا. بالنسبه لاستخدام النورمال، هيا يا صديقي البروف، هنوزع انهي معالجات؟ شطور، برافو. من الاقل للاعلى هيبقى الفئه واي والفئه يو وبعدين الفئه جي، يعني المعالجات اللي ادائها ضعيف وتحت المتوسط، وكمان ما بتسحبش طاقه كتير. فبما انها بقى ما بتسحبش طاقه كتير، فمش هتخلص الشحن بتاع البطاريه بسرعه، فبالتالي هتقدر تشتغل على البطاريه وقت اطول بدون ما تضطر تشحن اللابتوب مره ثانيه. وكمان اللابتوب اللي فيه معالجات من النوع ده بيكون حنين شويتين في السعر، فما تخليش حد يغليه عليك. طيب وبالنسبه لاستخدام الريندر او الموديلنج 3 دي، عندك اداء المعالج مهم جدا، يبقى هنستخدم معالج من فئه الاتش. هتقول لي وما ينفعش الاتش كي بتاع كسر السرعه ده؟ يا بروف انا لما اقول لك فئه الاتش يعني اي معالج فيه حرف الاتش، اتش كي، اتش اكس او حتى اتش بس، براحتك، بس اهم حاجه يكون فيه اتش. طب ممكن ترتبهم لي يا بروف من الارخص للاغلى؟ اتش ارخص نوع في الاداء العالي، بعدين اتش كي، واعلاهم زي ما قلت لك الاتش اكس. طبعا المقارنه دي مع تثبيت بقيه العوامل، يكونوا نفس الجيل ونفس الموديل ونفس السلسله، وليكن كور اي 7 مثلا. اما في استخدام الجيمنج والالعاب هتحتاج برضو معالج قوي من فئه الاتش، بس في الحالتين، حاله الريندر وحاله الجيمنج، هتضطر تفضل موصل اللابتوب بالشاحن طول الوقت علشان تحصل على اعلى اداء، لان المعالجات من النوع اتش عطشانه للطاقه. وبالتالي لو استخدمت البطاريه مع المعالجات دي على برامج والعاب تقيله، فالبطاريه مش هتكمل معاك ساعه زمن. وكمان البطاريه بتطلع طاقه ضعيفه، فمش هتقدر ان هي تغذي المعالج بالطاقه اللي هو محتاجها علشان يشتغل على اعلى اداء، فهيطلع لك اداء ضعيف لما تشتغل على البطاريه بدون توصيل الشاحن. يعني من الاخر لابتوب فيه معالج من اتش هتلعب عليه، هتعمل عليه شغل تقيل، لازم هتوصله دايما بالشاحن. وبكده خلصنا الحاجات اللي قلت لك هفهمها لك في دقيقتين. ايه بقالنا ساعتين؟ انا اسف يا صديقي، انا عارفك يا صديقي البروف بتقدر المعلومه وتسمعها مني كويس. فاضل لنا بس حته صغيره متمثله في التردد وعدد الانويه والمسارات وحجم الذاكره المؤقته او الكاش، وهقولهم لك باختصار شديد متشدد. كل دي عناصر بتزيد مع زياده سعر المعالج، وكل ما قيمتها تزيد كل ما تزيد قوه وسرعه المعالج. التردد هو عدد العمليات الحسابيه اللي يقدر المعالج انه يعملها في الثانيه الواحده، وممكن تعتبرها بالبلدي كده سرعه المعالج، وبتقاس بالجيجا هرتز. فلو معالج مثلا تردده 3 جيجا هرتز هيبقى اسرع من المعالج اللي 2.4 جيجا هرتز. طب يا بروف لو المعالج اللي 2.4 جيجا هرتز من النوع كي وبيدعم كسر السرعه لغايه مثلا 3.4 جيجا هرتز، هيكون مين افضل؟ يا صديقي البروف كسر السرعه لو عملته لفتره كبيره بيأثر على عمر المعالج، والمعالج هيسخن كتير قوي منك لو مش موفر له وسيله تبريد كويس. فنصيحه مني، لو بتقارن نوعين من المعالجات قارنهم في الوضع العادي بدون كسر السرعه، علشان كسر السرعه مش هتعمله طول الوقت. اما عدد الانويه او الكورس والمسارات او الثريدز فهي حاجه خاصه بتركيبه او معماريه المعالج من جوه، وكل ما كان عدد الانويه اكتر كل ما كان افضل واسرع، خصوصا للناس اللي بتعمل مونتاج ورندر. اما الكاش او اللي بيسموه ال L3 كاش فهو عباره عن وحده تخزين صغيره جدا موجوده داخل المعالج، وبيكون حجمها بالميجا بايت. والكاش كل ما بيزيد كل ما بيكون افضل في اداء المعالج. وعلشان تعرف التفاصيل الزياده دي في اي معالج، اكتب على جوجل اسم المعالج وبعدين سبيكس اللي هي المواصفات يعني او سبيسيفيكيشنز، مثلا زي المعالج اللي عندي كور اي 7 12700 اتش، وادخل على اول لينك من الشركه المصنعه انتل، هلاقيه بيقول لي عدد الانويه 14 كور، ودي حاجه كويسه جدا. عدد المسارات 20 ثريد، ودي كويسه برضو جدا في الريندر والمونتاج. واقصى سرعه او تردد المعالج 4.7 جيجا هرتز، وسعه الكاش 24 ميجا بايت. وفاكر لما قلت لك في اول الحلقه ان كل ما يكون جيل المعالج اعلى كل ما يدعم تكنولوجيا اعلى؟ علشان كده لو نزلت تحت شويه في خانه التكنولوجيا المتقدمه اللي بيدعمها المعالج ده بما فيهم خواص جزء السكيورتي او الامان، ودي امور مش هتشغلك قوي لكنها هتفرق مع الناس الدحيحه، فممكن تقرا المواصفات دي من باب الاطلاع. طب تعالى بقى ادي لك الزتونه،
اداه تسهل عليك الليله الكبيره دي قوي والحيره اللي ممكن تتعرض لها لما تيجي تختار المعالج، وهتلخص معاك كل اللي قلناه عن المعالج ببساطه. شوف يا صديقي، لو في معالج عايز تعرف اداؤه الفعلي مع البرامج بعد التجربه، او محتار ما بين معالجين، او مثلا عايز تجدد اللابتوب اللي عندك وتشتري واحد احدث واقوى، وعايز تعرف هل المعالج الجديد يستاهل ولا لا، فكل اللي عليك هتدخل على موقع nanoreview.net وبعدين تختار لابتوب بروسيسورز من على الشمال. هتلاقي عندك قائمه طويله جدا فيها كل المعالجات من شركه انتل وشركه AMD وكمان شركه ابل، مترتبين ورا بعض من الاقوى في الاداء الى الاقل في الاداء، لغايه لما توصل للمعالج الاقل اداء حرفيا ما بين المعالجات كلها. دلوقتي على سبيل المثال انا عايز اطور اللابتوب بتاعي بالمعالج كور اي 7 12700H، وقررت ابيعه واجيب لابتوب i9 14900HX، وعايز اشوف هل التطوير ده يستاهل ولا لا. فلازم احط اداء المعالجين في مقارنه جنب بعض. هنعمل المقارنه دي على موقع nanoreview.net، وعلشان القائمه طويله وما تدورش كتير اضغط كنترول اف، هيطلع لك مربع البحث ده، ابحث فيه عن المعالج اللي انت عايزه، وبعدين هدور على المعالج الاول 12700H واضغط انتر، هيعلم لي عليه واختاره من المربع الصغير اللي جنبه، وبعدين هدور على المعالج الثاني 14900HX، واول لما اختاره هو كمان من المربع الصغير اللي جنبه هيقوم مدخلني في المقارنه ما بين المعالجين. تحتهم على طول هلاقي وصف سريع للمعالجين. ال 14900HX عنده 24 كور او نواه، بينما ال 12700H عنده 14 نواه. طبعا الاول احدث بكتير، علشان كده هيبقى في فرق في الاداء. انزل شويه هلاقي بدايه المقارنه. في اداء النواه الواحده او السنجل كور بيرفورمانس هلاقي ال 14900HX مسجل 99 نقطة أداء، مقابل ال 12700H مسجل 80 نقطة. وفي الأداء المتعدد الأنوية أو المالتي كور بيرفورمانس هلاقي الأول مسجل 91 نقطة والتاني 51 نقطة. يعني إيه يا بروف السنجل كور بيرفورمانس والمالتي كور بيرفورمانس؟ السنجل كور بيرفورمانس هو أداء المعالج مع البرامج اللي بتحتاج نواة واحدة أو كور واحد، زي تصفح أو مشاهدة فيلم أو فتح ملف PDF مثلا. أما المالتي كور بيرفورمانس هو أداء المعالج مع البرامج اللي بتحتاج مجموعة من الأنوية يشتغلوا مع بعض، زي برامج المونتاج والريندر مثلا. وكمان تحت هتلاقي كفاءة استهلاك الطاقة وقوة كارت الشاشة الداخلي مع المعالج. ايه ده؟ المعالج بتاعي كسب في حاجه اخيرا. ما تخافش مش هغيرك. ايوه معاك حق علشان مش معايا فلوس. وتنزل تحت شويه هتلاقي الفروقات الاساسيه ما بين المعالجين، زي ان المعالج ال 14900HX احدث بسنتين وشهر، بيدعم تركيب رامات حتى 192 جيجا، حجم الكاش اعلى ب 12000 كيلو يعني 12 ميجا، وشويه حاجات تانية كده. وتحت هتلاقي نتيجه اختبار المعالجين مع كذا اداه لاختبار المعالجات، زي السيني بنش R23، الجيك بنش V6 وهكذا. وتحت هتلاقي مواصفات اضافيه ما بين المعالجين، زي عدد الانويه والكورس الكلي، عدد المسارات 32 مقابل 20 مسار، والكاش او L3 كاش 36 ميجا مقابل 24 ميجا، ومواصفات تانية تقدر تقراها على راحتك يا صديقي. وبكده يا صديقي البروف اقدر اقول لك الف مبروك، انت بقيت استاذ وبروفيسور في اصعب حاجه في اللابتوب وهي المعالج او البروسيسور. واتمنى يكون الشرح وافي يا صديقي وفهمته كويس، ولو ما فهمتش الفيديو كويس في اول مره ممكن تعيده تاني علشان تفهمه بشكل اوضح. في الحلقه اللي جايه ان شاء الله من سلسله حلقات خبير كمبيوتر هنتكلم عن كارت الشاشه والرامات، وازاي بيلعبوا دور كبير في اداء الكمبيوتر او اللابتوب، وازاي تختارهم بما يتناسب مع متطلباتك في اللابتوب. اكتب لي في التعليقات رايك في الفيديو، ولو عندك اي سؤال اكتبه جنب رايك يا صديقي. اشوفك الحلقه الجايه من السلسله. تصبح على خير.